هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. بالبداية صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طب بنات، تأخرت عليكم بتنزيل الفيديو بصراحة. هذا الفيديو انا مصورته قبل تقريبا 3 ايام، وهسه يلا قدرت امنتجه، يعني اعذروني. المهم بنات، هنا ماما كانت مسويت لنا سمك. بالبداية ماما تدرون بيها تملح السمكة قبل تدخلها للفرن. من تستوي، يعني من توصل لهذا الاستواء تطلعها وتصفط عليها البصل والطماطم. طبعا هي من محافظة لمحافظة السمك الشوي يختلف. احنا اهل بغداد كل شي ما نحط للسمكاية ابد، يعني نحب نشويها وناكلها بطعمها، يعني ما نحب نحط فوقها صلصات. يعني مرات اذا نريد بس نحصر عليها حامض، يعني تشوفون نحصر عليها لما تطلع ليمونة وهيجي فقط، كل شي ما نحط. طبعا هاي ماما حطت مية طماطة، يعني ما حطت شي. بعض الناس لا يسوون صلصات ومدري شنو، هاي بعد اكيد كل من طريقته. بس احنا السمك الشوي ناكله بهاي الطريقة، وحتى السمك تقلاه همنا نقليه فقط، يعني نحط عليه شوية بهارات ونقليه، لا بيه طحين ولا ابد. ويجي يصير طعم السمك تاكلوه ما متغير، يعني هي صدق السمكاية. وهنا ماما سوت من احمر وزلاطة، وما احكي لكم السمكة كانت تجنن، يعني صدق كلش طيبة والله بنات، حتى اطيب من البرة. يعني هاي المزقوفة اللي نجيبها، لا انا عندي السمكة اللي ماما تشويها بصراحة كلش اطيب، واستلذ بيها اكثر، وطعمها يصير ما اعرف، بس هيجي احب طعمها كلش هواية. المهم اكيد يعني ورا السمك غسلنا مواعين ومسحنا البيت، وهنا سويت شاي وشربنا شاي وخلصنا كل شي. هنا على العشاء ماما قالت راح اسوي كباب عروق. كباب عروق ماما هالمرة ما ضافت له كل شي، فقط بصل وطماطة ومعدنوس وفلفل، يعني ما حطت له لا باذنجان لا شجر لا ما اعرف شنو، كل شي ما حطت له، فقط هذين اللي قلت لكم عليها. وحطت اللحم وفلفل اسود وشويه كاري وشويه كركم شو اسمها شطه وطحين، وراح تبلش تخبط بيه. طبعا بنات احنا نخبط بايدنا لين احنا راح ناكله، يعني احنا بس اهل البيت مو الاحد، فيعني عرفت شنو دا اقصد. المهم هنا بعدين حطيناه بالثلاجة حتى يرتاح، وبعدها طلعنا وقلينا. وما احكي لكم الكباب يجنن يجنن. ويا الكباب شنو سويت بنات؟ قليت طاوة طماطة وباذنجان، وماما كانت مسوية كوبة جريش سلقتها فقط بمي، يعني رديتها هيجي بدون كل شي وطرشي، وصارت عندنا أطيب صينية عراقية بغدادية. بس شنو ناقصها؟ بصراحة ناقصها بعد خضرة، بس ما كان عندنا، فحطيت بس الطرشي. فانتو قولوا لي بعد شنو ناقصها هاي الصينية؟ هيجي خضرة، باقلة، لو لوبيا، يعني صدق تكمل. طبعا بنات هنا الساعة كانت 4 الصبح. دائما يعجبني هيك وقت اغسل طرمة، فطلعت بصراحة نظفت الطرمة مالتنا، واليم الباب كلته كان واقع شيء مال الاوراق مال الشجر كلته لميته، لانه بصراحة ماكو احد، الشارع فارغ وظلمة. فما احكي لكم غسلت الطرمة غسلة هي والبيبان كلتها نظفتها، وبعدين طبيت ونمت. هنا كان ثاني يوم اجي اثير
وعلى اساس نرجع لبيتنا. فقعدنا بالبداية تريقنا لانه اجا هو من وقت، فقعدنا تريقنا خلصنا ريوق. وراها سويت قهوة على اساس نشرب القهوة ونروح، بس فجأة تغير كل شيء وقررنا نبات ونرجع ثاني يوم. لين أثير قال لي خلينا نبقى اليوم وباكر نرجع، هو كان عنده طلعة ثاني يوم يعني من بيت أهلي، يعني يكون المكان اللي يريد يروح له قريب على بيت أهلي. المهم فشنو بنات بقينا، وهنا بنات بعدين راحوا بالليل بابا وأثير جابونا هاي الموطة، ما أحكي لكم تجنن صدق طيبة. وباقي بصراحة باقي تفاصيل اليوم أني ما صورتها. هنا ثاني يوم رجعنا لبيتنا، بس رجعنا كلش من وقت، بحيث بنات أول ما رجعنا قبل صعدت لي البيت ذبيت غراضي ورحنا للسوق، لأن كنت كوما محتاجة غراضي، يعني أصلا ما عندي مسواق بالبيت. فقبل رحت للسوق اشتريت مخضر، يعني ما خليت شي بصراحة، ما جبت يعني مسواق تقريبا السوقت مال أسبوع ونص، يعني حتى مو مال أسبوع، السوقت مال أسبوع ونص على مود يكفيني. ورا ما رجعت هنا شنو سويت، ماما مسويت لي كبة مال جريش، فمباشرة سويتها يعني شوربة. وهنا قليت هذا البورق عندي همينه مسويته ماما مال دجاج ومال جبن، يعني تفت شي خايف. لين رجعت بصراحة تعبانة من السوق والغراض، وتعرفون نظفت الثلاجة وصفيتها وما أعرف شنو، رتبت كل شي. هسه أحط لكم صورة، يمكن ما صورت فيديو. وردت فد شي يعني خفيف، أنا على أساس هذا الأكل باكر أسويه، بس باوعد ردت فد شي مو مال أقعد أطبخ وهاي. فقلت يلا الشوربة سهلة، مباشرة حمست بصلاية والمعجون ومي وشوية شعرية، وبعدين ضفت الكبة. وما احكي لكم والله بنات كلش طيبة. وهنا أنا قليت بورق، واكيد طلعت الطرشي وغدينا. وهنا أنا بعدين اكلت هاي الجوجة. وهنا بنات ثاني يوم قمت على البيت، تعرفون تراب، نظفت البيت، جريت القنفات، طشطشت ماي، مشمشت، غسلت الملابس اللي عندي الزايدة، غسلت مواعين. والله بصراحة ما خليت شي، تعرفون يعني التنظيف اللي انتم متعودين عليه، اللي اني انظفه والملم وارتب. هنا اخر شي عطرت البيت بعطر بريحة الليمون، وانتي ما احكي لكم البيت صار بارد ونظيف وماكو تراب، وريحة عبارة عن ليمون. وهنا كان عندي اخر شي حطيت قطعة صغيرة بالغسالة، بما انه كانت الكهرباء موجودة قلت استغل الفرصة واخلص كل شي. وهنا بعدين أثير قرر يسوي لنا عصير. طبعا بنات كنا نباع اللعبة وهم فازوا، فهو بمناسبة فرحة فوز برشلونة كان يقولي راح اقوم واسوي عصير برتقال. بس والله بنات صار كلش طيب، حط برتقال وجزر وليمون بس بدون شكر، يعني ولا قطرة شكر حط ولا قطرة ماي. صح شوية صار ثخين، بس طعمه كلش طيب. صح هو ثخين بس عجبني اني. لين حتى قلت له لا تصفي، حتى المونة تبقى بيه موجودة، يعني تعرفون شلون. فاني كلش عجبني واسوي مرة ثانية. هنا بعدين حط بس مكعبات ثلج، يعني رجعت انطيته مكعبات ثلج وحطيناه. طبعا بنات دا اشوفكم كنت غاسلة كل المواعين وما مخليه شي، بس منتظرتهم يعني يصفون حتى ارجعهم بمكانهم. شوفوا لي بنات شلونه، بس قلت لكم شويه بيسخن، بس يعني كلش طيب، تحسوا شي برد قلبكم. و الطعم عباره عن اكو حلاوه واكو حموضه. ولهنا انا بنات احب انهي وياكم الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوني تنطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون الجرس. احبكم كلش هوايه، مع الف سلامه، باي باي.